السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. اليوم في مطبخ هبة كويزين راح نحضر إن شاء الله حلوى بذوق الشوكولاتة والحليب. هذا الذوق اللي كان بزاف الناس يحبوه وأنا واحدة منهم. هذه الحلوى اللي راح نحضرها راح تكون على شكل ديب فوغ. تابعوا معي طريقة التحضير. هادو هما المقادير اللي راح نحتاجهم باش نحضر هذه الحلوى. هنا عندي 250 غرام مارغرين طرية ما تكونش صلبة، حليب البودرة أو اللحظة راح نحتاج منه ملعقتين، عندي فرينة، الملح راح ناخد منه قرصة، 3 بيضات، نصف كاس زيت، الكاس هذا السعة نتاعو 250 مليلتر، نصف كاس نشا أو مايزينا، عندي كيس خميرة كيميائية زائد كيس فانيليا، عطر الشوكولاتة، بودرة الشوكولاتة راح ناخد منها ملعقتين، وكاس ونصف سكر ناعم. هنا راح نبدأ نخلط المقادير. أول حاجة راح نوضعها هي المارغرين. أنا هنا استعملت لابيل، نضيف عليها السكر الناعم كاس ونصف، الزيت نصف كاس، النشا أو المايزينا تاني نصف كاس، كيس نتاع الفانيليا، و3 بيضات. هنا عندي البودرة نتاع الحليب وضعت ملعقتين، ملعقتين يعني يكونوا مملوئين متوسطين، ما يكونوش يعني مملوئين بزاف متوسطين. والشوكولاتة كيف نديرو ملعقتين تاع الشوكولاتة يكونوا معمرين متوسطين. هنا العسل كنت نسيت ما ذكرتهاش قبيلات مع المقادير، نديرو ملعقة وما تكونش حتى هي معمرة بزاف، واختياري تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، يعني نتوما كيفاش تحبوا تقدروا تخلوا عليها. هنا عندي راح نضيف العطر الشوكولاتة باش نزيد النكهة تاع الشوكولاتة في الحلوى، والقرصة تاع الملح بيان سور ما تنساوهاش. بالنسبة للخميرة الكيميائية راح نخليها حتى نضيفها مع الفرينة. هنا راني نخلط بواسطة ملعقة خشبية، يعني ما راحش نستعمل مباشرة الخلاط اليدوي، من الأحسن نخلطه قبل بهكذا بملعقة، بعد عادة راح نستعمل الخلاط اليدوي. بعد ما خلطت مليح المقادير راح نبدا نضيف الفرينة وهذاك الكيس نتاع خميرة كيميائية. بالنسبة للفرينة نضيفو غير بشوية ونخلطو مليح، من بعد عادة نزيدو نضيفو بحذر. العجينة نحتاجوها لينة باش نقدروا نخدموا بها في الجبن الحلواني، العجينة لازم تكون رطبة. الفرينة كي تنضاف كيما راكم تشوفوا غير بشوية، نخلطو مليح ومن بعد عادة نزيدو عاود شوية ونخلطو مليح.
هنا خلاص ما راحش نزيد نضيف الفرينه، راني وصلت للقوام اللي نحتاجه. جبت اون بوشادو او جيب حلواني، وبديت نعمر العجينه فيه باش نبدا نشكل الحلوه نتاعي. الأحسن نستعملو اون دوي تكون متوسطة باش الحلوى ما تجيناش غليظة، تجينا مليحة، ما تجيناش غليظة، على خاطر من بعد راح نلصقو زوج حبات مع بعض باش ما تجيناش في الحبة في النهاية غليظة بزاف. نحاولوا قدر المستطاع يعني الحبات يكونوا متساويين في الطول، باش من بعد كي نلصقوهم يكونوا يجوا هذيك هي. والشكل ديروا اي شكل تحبوا، كيما انا هذا راني نديرو شكل طولي، تقدروا ديروا دوائر، اي شكل حبيتو. هنا راني نشكل الحلوى على شكل دي كوكياج، حبيت نغير عاود. حاولوا نعاود نكرر يعني، حاولوا نديروها مسطحة باش ما تجيش خشينة. كي نديرو زوج حبات مع بعض ما تجيناش الحلوى خشينة. ما هيش حاجة صعيبة، اي واحد يقدر يديرها. انا تعجبني هاد النوع نتاع الحلوى دي اللي يخدموها بالبوشادو. بالبوشادو تعجبني هاد اللعيبة بالبوشادو. بعد ما كملت التشكيل تاع الحلوى راح ناخدها للفرن. المهم خلوها تكسب شويه اللون الذهبي. هنا راني طهيت الحلوى نتاعي وخدت اللون كيما كنت حابه. راح انا بواسطه مربى، عندي هنا مربى، راح نلصق زوج حبات مع بعض، وكيما راكم تشوفوا ما جاتنيش خشينه، لان في الاول كي كنت نشكل ما كنتش نشكلها خشينه، جات هذيك هي. راح نلصق كل حبه مع اختها. راح نكمل التزيين تاع هاد الحلوى بعد ما لصقتها كامل بالكونفيتور. هنا عندي كاوكاو كنت حمصته ورحيته، وتقدروا تستعملوا اي نوع المكسرات او ما ديروش كامل المكسرات. وهنا عندي شوكولا نوار كنت ذوبتها وضفت لها شويه زيت، وراح نزين الحلوى. وقضيه تاع التزيين يعني كل واحد وكيفاش يحب يزين، تقدروا ديروا غير شوكولاته، ما ديروش كامل المكسرات، كل واحد والذوق نتاعو. انا راح نستعمل الشوكولا وراح نستعمل الفول السوداني، كل واحد ومقدوره، كل واحد والذوق نتاعو.
هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. حلوى على شكل دي بتي فور بذوق الشوكولاته والحليب. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ورضاكم، ان شاء الله تجربوها، ما راحش تندموا، الذوق تاعها هايل. الناس اللي يحبوا الشوكولا والحليب. الى عجبتكم الوصفات بارطاجيوها، ديروا لنا جيم، ديروا لنا كومونتير، حتى الكومونتيرات النقاده نستقبلوها بصدر رحب. الى ما عجبتكمش حاجه يعني اكتبوها لنا في الكومونتيرات، بالعكس راح نستافدوا من هذه الكومونتيرات. النقد البناء راح يساعدنا باش نصححوا اخطائنا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو نتاع نهار اليوم. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.